السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم كل خير يا رب العالمين. اليوم بسوي معاكم بورياني الروبيان بطريقة سهلة وسريعة ولذيذة في نفس الوقت. وبعض المعلومات والأسرار علشان يطلع معاكم زي بورياني المطاعم المشهورة باللذة والطعم ورز مفلفل. ويلا معايا على المطبخ أوريكم الطريقة بالتفصيل ونقول بسم الله. أول شي عندي هنا كوبين رز بسمتي عنبر. أول شي أغسله تماما حتى تخلص من النشاء، هذا الشي مهم، ثم أنقع 10 دقايق. وبعد كذا عندي هنا نص كيلو روبيان، يعني 500 جرام. أضيف عليها ملعقة صغيرة بهارات البرياني، وملعقة صغيرة بهارات مشكلة، وملعقة صغيرة ملح، وملعقة كبيرة بوشر الزنجبيل، كلها أحطها عليها. وأضيف عليها أيضا علبتين زبادي، وأخلط الخليط كله يمتزج مع الروبيان وأخليه يرتاح. وأيضا أضيف عليه مهم جدا ماء الكادي، هذا سر من أسرار نكهة ولذة أي برياني، سواء برياني دجاج، برياني لحم، برياني سم إيش اسمه روبيان. وخلاص أخلي الخليط يرتاح، وأبدأ الحين في الرز. أحط الرز في قدر، وأضيف عليه 4 أكواب ماء، وملعقة زيت، وملعقتين صغار ملح، وفلفل حار، قرنين فلفل حار، وكم حبة هيل. وأخليه يطبخ نص استواء. يعني نص استواء يعني أخليه نص الوقت، يعني هو المفروض إنه يكون أقل شيء يعني 12 دقيقة يطبخ، فبخليه 6 دقايق وأطفي عليه النار. هنا عندي كوب زيت نباتي، أضيف عليه 4 حبات متوسطة بصل قطعتها شرايح، وأجلس باستمرار أقلب فيه حتى يصير معنا لونه بني. مهم استمرارية التقليب علشان يتوحد لونه، ما يطلع شيء محروق وشيء لا. مهم جدا ما نخليه ينحرق أكثر من كذا. نشيل نصه ونخلي نصه في القدر، ونضيف خلطة الروبيان ونقلبه. مهم يا بنات ما تحرقون البصل علشان ما يصير سام. وثاني حاجة يعطي طعم مر. هنا بضيف عليه حبة طماطم متوسطة مهروسة مع 4 فصوص ثوم، وأقلب. طبعا هنا الروبيان يا بنات بعطيكم معلومة عنه، كل ما طول على النار نشف وطلع كأنه بلاستيك، يعني ما يحب الطبخ الكثير. الروبيان والكبدة ما نخليها تطول في الطبخ. هنا عندي الرز خلاص صار نص استواء، خلاص نطفي عليه النار، شايفينه يعني ينكسر معانا صار خلاص. هنا نخلي الحشوة حتى تنشف شوية، ما نخليه يطول طبعا، ولا غطيت عليه لأني ما أبغاه يطول يطبخ. شلنا الحشوة من القدر، وحطينا شوية من الرز، شوية بس يعني، وبعدين نرجع باقي الحشوة الروبيان فوقه، ونضيف أيضا بصل من البصل اللي شلناه. وعندي هنا بقدونس ونعناع مفرومة، مهم جدا إضافتها. النعناع مهم جدا في البرياني علشان يطلع برياني صحيح بالنكهة الصحيحة حقته. ورجعنا باقي الرز، وأيضا نزود كمان مرة ثانية بصل وبقدونس ونعناع، ونحط لون الزعفران، ونغطي عليه ونخليه 12 دقيقة على نار منخفضة. بعد 12 دقيقة ما شاء الله تبارك الله نفتح عليه تضاعف حجمه، وشوفوا صار الرز مفلفل. خلاص نشيل أول طبقة هذه علشان نبغى الألوان اللي فيها، شايفين ما راح أخلطها بكل الرز. وبعد كذا أبدأ أغرف الرز بدون ما أخلط. أغرف، وأنا أغرف وأنزله في صحن التقديم أهز الملعقة المغرفة هذه، وأقلبه حاجة بسيطة علشان بس أبغى أطلع الروبيان من بينه يبرز. وبعدين أضفت باقي الرز الملون فوق، خليته آخر طبقة. وأبرزت كم حبة من الروبيان، ضروري نحن نبرز حبات الروبيان علشان يدرون إنه برياني الروبيان مرة لذيذ. زينتها طبعا زيادة بشوية بقدونس وشوية بصل. شوفوا كيف حبات الرز نثرية، ما شاء الله تبارك الله، ما أخذ مني وقت.
جربوه بطريقتي وبإذن الله يطلع معكم ألذ من حق المطاعم. من أسرار نجاح البرياني أول شيء اختيار نوعية الرز الممتاز وغسله تماما حتى نتخلص من النشا فيه. ومن أسراره أيضا إضافة ماء الكادي والنعناع والبقدونس وبهارات البرياني للوصفة علشان يطلع على أصوله وبنكهة البرياني الصحيحة. لو ما عندكم بهارات البرياني أنا سويتها قبل وموجودة في قناتي ومثبتة لكم. أيضا عند تقديم البرياني مهم إن نقدم المادة اللي فيه، يعني إذا كانت مثلا لحم نبرزها، إذا كانت دجاج نبرزها، إذا كانت مثلا أو روبيان نبرزه علشان لو قدمناه لأحد يعرف إيش هو. وأفضل طريقة لتنظيف الروبيان أول شيء نزيل الرأس والذيل والقشرة الخارجية، وعلشان يطلع شكل الروبيان مرتب ما يطلع مقسوم نصين نشيل الأعضاء الداخلية بالخلالة حقة الأسنان نسحبه وينسحب معاكم على طول الخيط، هذه الأمعاء حقته. كذا يصير الروبيان عندكم نظيف بدون ما يخرب شكله الخارجي، يعني يكون متماسك بهذا الشكل. هذه الطريقة الصحيحة انكم تشيلون الروبيان وتنظفونه بهذا الشكل، تنزعون الراس والذيل وتقشرون الجلدة الخارجية كذا وتسحبون أمعاءه للخارج بالخلالة بهذا الشكل. ولا أسهل، شايفين كيف؟ إن شاء الله أنكم فهمتوا.